وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وما أنزل الله كتابا من السماء إلهي كمسود جنين سمد أي كتاب حتى كتب تهري ما هو أفضل وحكفي عن من القرآن وأعظم وحكوين القرآن الكريم. والقرآن فضل القرآن كأوليه هي حفظ ذكر مكينو في ريو وكفضل الله وكفضل إلهي فضل جيسى على خلقه. إلهي وحو أبو ري يفضل جيسى مرسكوكيني كرا وميا. وكذلك القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وحو الشيء فقال خيركم وحقوق خير بدن على الإطلاق دائما وأبدا وحقوق خير بدن من روح تعلم القرآن قرآن كبرتي وعلمه ذاتك نسيب لي فهو أخير الناس على الإطلاق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. مك أحبتي في الله قرآنك وكلام الله ساشقني وحو كسو دقي بالترتيب كما قال تعالى إلهي وحكو أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه قرآنك أقريه بالترتيب أي تؤدى يطمئنين ستدبر أو خشوع كجره. فقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. نبينا عليه الصلاة والسلام قرآنك وحقك نساؤكته جبريل عليه السلام فكان جبريل نبي قد الأخرين جري قرآنك عليه الصلاة والسلام نبينا نوادقي سنجري. بعد ذلك حينما يفرغ جبريل من قراءته قراءته سمقوطنا من جبريل عليه السلام نبي عليه الصلاة والسلام وحو جبريل أخرين جري. فقال تعالى